تعالي بقى يا ست الكل اعلمك ازاي تعملي سموكي باسهل طريقه، محدش هيقولك الطريقه دي. اول حاجه جبت بلندنج برش بس تكون صغيره شويه، واخدت اغمق لون في درجه البني زي ما انتوا شايفين اللي هو في باليت جاكلين هيل، وابتديت اثبت الدرجه على الجفن المتحرك كله. انا قبل ما احط الدرجه بتاعه الاي شادو حاطه كونسيلر ومش مثبتاه، يعني البيز بتاعي الكونسيلر اللي انا بحطه عادي بس مش مثبتاه باي باودر. وبعد كده استخدمت بعد ما ثبت اللون البني الغامق خالص، اخدت بنسل براش تكون صغيره وابتديت ادمج الاطراف. لسه ما كنتش حطيت اي لون، دلوقتي زي ما انتوا شايفين ابتديت اخد الدرجه البني الفاتحه مع الاورنج الغامق وابتديت ادمج الاطراف واحده واحده. انا بدمج بس الاطراف بتاع البني بتاعي اللي هو على الجفن المتحرك كله. تفضلي تدمجي الاطراف، هو ده دمج الاي شادو هو اللي هيبين نظافه شغلك وهيبين ان انت واحده بروفيشنال. بعد ما دمجت الاطراف بالالوان اللي انا اخدتها، هبتدي بنفس البرش اللي انا استخدمتها مع الدرجه البني الغامقه، هبتدي اعمل بلند تاني واقوي اللون. ودلوقتي ابتديت ادمج الاطراف تاني بنفس البنسل براش الصغيره. دلوقتي بقى ابتديت اخد الدرجه الاورنج الفاتحه خالص وهبتدي ادمج الاطراف برضو من فوق لحد بقى ما اوصل تحت الحاجب، لانه زي ما انتوا عارفين تحت الحاجب بيبقى محطوط الترانزيشن كلر اللي هو افتح درجه خالص احنا بنستخدمها في الاي شادو. شايفين انا بدمج بكل سهوله وبحركات دائريه. دلوقتي بقى بعد ما خلصت دمج استخدمت برش نظيفه خالص مفيهاش اي لون وابتديت ادمج الالوان كلها مع بعض. اتفرجي وتعلمي في العيون التانية بتعمليها ازاي. اول حاجه نستخدم اللون الاساسي بتاعنا اللي هو البني الغامق، بعد ما ثبتناه على الجفن المتحرك كله بس ما نطلعش اكتر من الجفن المتحرك، هنبتدي نستخدم بنسل براش نصغر الفرشه شويه ونبتدي ناخد الالوان البني الفاتح مع الاورنج الغامق شويه. وبعد ما بدمج الاطراف بتاعتهم باللونين دول باخد نفس البرش وادمج الجفن المتحرك تاني، وتفضلي تعملي بلند للاطراف. السموكي عاوز البلند الحلو، كل ما تعملي بلند كويس كل ما الميك اب بتاعك يطلع بروفيشنال زي ما انتوا شايفين، وبالراحه خالص وما تستعجليش في الالوان. ودلوقتي اخدت اللون الاورنج الفاتح وابتديت اطلع بقى عند الحاجب. بجد الخطوه بتاعته سهله، انا مش فاهمه انتوا ازاي بتستصعبوا السموكي. نفس البروش اللي انا اخدتها اللي ما فيهاش اي لون بدمج بقى كل الالوان مع بعض، وبكده ركبت رموش تكون كثيفه وهي قصيره من قدام وكثيفه ومسحوبه لورا علشان تبين معايا رسمه العيون. ودلوقتي بعمل الكونتور بتاع النوز بنفس الدرجه البني الفاتح زي ما انتوا شايفين، وبخففي على ايدك علشان اللون ما يبقاش قوي قوي على النوز. ودلوقتي بحط البلاشر بتاعي على خوخي علشان يكون في ماتشنج مع الالوان اللي انا حطاها في العيون. شايفين العيون خطيره ازاي بجد، كانها عيون طبيعيه مش عيون سيليكون. ودلوقتي بزود الاي شادو بتاعي عند الجبهه وحطيت كمان عند النوز. ودلوقتي بقى بحط الاضاءه بتاعتي اللي هي بتخلي البشره جلوي، واستخدمت الهايلايتر من افرة اللون الجولد الفاتح، وكمان بحط نقطة عند النوز بالطريقة دي وكمان عند الجبهة كلها وشوية عند الحواجب. دلوقتي اخدت نفس اللون البني الغامق اللي انا استخدمته في الجفن المتحرك، وهبتدي اعمل اللاين بتاع الرموش السفلية عندي. ما تنسيش تعملي الحركة دي عشان الحركة دي بتفتح العين وبتخلي شكلها جذاب اكتر وتبقى خطيرة، وكمان بتكمل اللوك. انتوا عارفين يا بنات ان الميك اب خطوات، والميك اب عمره ما بيبان غير لما تخلصي كل خطواته. وبس كده ده يكون الفاينل لوك لاسهل سموكي ممكن تعمليه، وهستنى رايكم تحت في الكومنت. ويا رب يكون الميك اب عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي.